السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. معكم اسمي أحمد إبراهيم، ويلا بينا في سلسلة جديدة من الفيديوهات اسمها سياسة على الماشي. يلا بينا نبدأ. ناس كتير بتسأل سؤال طبيعي: لو السد النهضة انهار المية دي كلها هتروح فين؟ ومصر هتحلق؟ الرد بسيط: لأ، مصر مش هتحلق. ليه؟ لأننا مش سايبين نفسنا. عندك قناطر أسيوط بس سعتها التحسينية 60 مليار متر مكعب، بيساوي قد بحيرة سد النهضة كلها. مفيد تشكى 50 مليار متر مكعب، صحارات سرابيوم وقناطر ديروت فوق 40 مليار متر مكعب. توسعة السد العالي وتبطين التلع بتدي 20 مليار متر مكعب. هي مشروع نهر صناعي وتلك جديدة في الصحراء الغربية والتكييس لمنخفض القطارة. يعني الدولة شغالة من بدري على سيناريو انهيار السد أو فيضان مفاجئ. الخطة استيعاب المياه مش الحرق. طيب يجي واحد يسأل: طب لو جت سنين جفاف والمية قلت؟ هنا بقى الموضوع مختلف. دي مش حسبة هندسية، دي حسبة خطوط حمراء الرئيس السيسي قالها. نقطة مية من مصر تنقص بيساوي خط أحمر. وعلى مدار السنين محدش عرف يعدي خطوط مصر الحمراء، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرهم. شفناها في ملف التحجير، محدش قدر يفرض علينا اللي ضد إرادتنا. إذن الخلاصة: لو السد انهار بيساوي مصر جاهزة بالمشروعات العملاقة لاستيعاب المية. لو حصل جفاف بيساوي ده خط أحمر ومحدش هيعرف يعديه. اللي بيحاولوا يخوفوك ويدفعوك للقلق أو التهور هدفهم إنك تفقد الثقة في بلدك أو تدخل في حرب تجر علينا عقوبات وعزلة. لكن مصر ماشية بحساب، بتبني قدرات عسكرية واقتصادية، بتحافظ على مكانتها في القارة، وتأمن نفسها مائيا على كل الاحتمالات. فالموضوع مش هنحلق ولا هنعطش. الموضوع اننا بنشتغل في صمت ونحسبها بالسنتي والميلي واليوم والساعة. وده كان فيديو من سلسلة جديدة من الفيديوهات اسمها سياسة على الماشي. كان معكم أحمد إبراهيم، وشكرا مع سد الشبه وسلام. شكرا.